ازيكم؟ ده مجمع ان شاء الله بكل المطاعم الاساسيه والمهمه اللي موجوده في اسكندريه، علشان ليا اصحاب كتير هم جايين اسكندريه بيبقوا متعشمين فيا قوي ان انا اسكندراني ومستكش فود وكده. فاللي هو ناكل فين، ببعت لهم بقى 3000 فويس نوت. فانا هحاول ان انا اجمع لكم كل حاجه في الفيديو دوت. هنبداها بكاتيجوريز، فلو في اي ورقه او قلم علشان تشوف انت بتحب ايه في الكاتيجوري دوت تكتبه او تفتكره ايا كانت. نبدا بالفطار. مبدئيا الفطار انا كنت مجرب ما لا يقل عن 15 مطعم بتاع فطار مثلا، وكاتب عنهم وحاططهم في مقال كبير، هتلاقوا اللينك بتاعه ان شاء الله هنزله دلوقتي. بس لو انت مش قادر تقرا ال 15 لينك بتوع الفطار وفيهم اوبن بوفيه وشرقي وغربي وكل حاجه، فانا هرجح لك اتنين في الفطار دولت الاقرب الى قلبي، وممكن نزود عليهم واحد تالت. جاد. جاد وده غير اي جاد انت تعرفه. جاد البنوك. جاد البنوك هو اول جاد اتعمل، هو الاساس. الاسعار بتاعته كويسه، الاكل بتاعه حلو جدا، من المفضلين بالنسبه لي. المشكله عنده ان انت ممكن ما تلاقيش ركنه، هتبقى صعبه شويه، فهتحاول تركن بعيد. عندك وينتر بالاس، وده اوبن بوفيه. اخر مره اكلت عنده كان ب 75، سمعت ان هو بقى ب 100. بس هو ميزته في حاجتين: الحاجه الاولانيه الفرايتي بتاعت الاكل كبيره جدا، والحاجه التانية الفيو، انه ماسك البحر كله. فدي حاجه ممتعه جدا وجميله جدا. تالت حاجه، لو عايز بقى في الجو اللي هي الاطباق اللي هي اللي بتبقى امريكان وكلام من ده، فاعتقد روستري هو الافضل كما وكيفا يعني. جربت كذا روستري يعني، كان حلو جدا. فده بالنسبه للفطار. ممكن بعد كده تشرب قهوه في واحد في محطه الرمل اسمه مج، حلو قوي. طبعا او بن برازيلي. حاجات كتير جدا بتوع القهوه هتلاقيها برضه في نفس اللينك بتاع الفطار. ده بالنسبه للفطار. هندخل على الحواوشي. الحواوشي احنا عندنا في اسكندريه حاجه مش موجوده في القاهره، ان انت معظم الافران لو معاك الحشو بتاع الاكل بتاعك، معاك البسطرمه، معاك السجق، معاك الجبنه، بتقول له لو سمحت اديني حتتين عجينه، فبتلفهم وبتعمل الساندوتش وبتدفع ثمن العجين وعمايله يعني. بس انا الحوار ده لما جربت اعمله من 3 4 سنين في القاهره، الراجل بص لي بصت اللي هو انت مجنون ولا ايه، فما عملتهاش تاني. فدي طريقه. عايز تاكل بقى مش هتيجي وتدور على فرن وتعمل وما تعملش. فانا اعتقد ان الاقوى دلوقتي في المرحله ديت محمد حامد. ده موجود ناحيه بحري. بحبه جدا، هو اصلا جزاره. ما جربتش اللحمه بتاعته خالص قبل كده ولا المشويات. بس الحواوشي بتاعه حلو جدا. وعندك انور موجود في العطارين، ومن الناس القديمه برضو في الموضوع. ده بالنسبه للحواوشي. وممكن نضيف مع الحواوشي نضيف الفطير. الفطير هيبقى عندك اتنين. عندك القلاع. القلاع ده بيفتح بالليل، وده من القدام قوي اللي بيعملوا فطير في اسكندريه، جنب البان سويسرا. وعندك دهب، بس مشكله دهب ان هو بحاله، يعني احيانا يبقى حلو احيانا يبقى وحش. ودولت اللي انا غالبا بتعامل معاهم يعني. دولت ممكن يكون في فطير تاني لو حد يعرفه اكتبه لي وفكرني بيه، بس دولت الاكثر شهرة. نيجي بعد كده على المشويات. المشويات انت مش هتيجي تجرب حاجات صغيره جيمي وبتاع، بس الناس دي تقيله وقويه ومعروفه يعني. بس اقوى ناس في المشويات في اسكندريه هيبقى عندك برضو نقدر نقول ثلاثة. اول واحد قرية عبد الوهاب، وهو قوي جدا ومن الناس التقيله في الموضوع رغم ان مش ناس كتير تعرفه. تاني واحد يجي بعديه بلبع، وبلبع عنده قوه لان هو هيسجر دلوقتي وهيسجر في البوينت بتاعت السمك. وتالت واحد عندك حسني. مشكله حسني انه كان جه فتره من الفترات كان واقع، بس اكلنا من عنده قريب كان كويس جدا، لا يقل مستوى عن التلاته في المشويات هايلين، التلاته نفس المستوى تقريبا في الكواليتي وفي السعر. فالدنيا بالنسبه لك هتبقى ظريفه يعني في التلاته دول. نيجي بعد كده للكبده. الكبده انا كنت عامل تحدي مع 2 صحابي ان احنا نشوف مين احسن واحد بتاع سندوتشات كبده موجود في اسكندريه، لان انا كنت عندي يقين ان الفلاح اوفر ريتد بشكل كبير جدا واكيد في احسن منه. نزلنا يوم وجربنا حوالي 6 محلات كبده. كان في منهم الفلاح، كان في منهم عم امين، وكان في منهم ابو غريب، وابو حلمي، والجمهوريه، ومش فاكر فهمي رحنا ولا تقريبا فهمي، وعثمان انا كنت مجربه قبل. جربنا كتير. وكانت النتيجه الفجائيه ان احسن 2 بتوع كبده جربنا سندوتشات كبده موجودين في اسكندريه: الفلاح وعم امين. عم امين موجود في محرم بيه عند الكوبري ابو 3 عيون، خن كده اهوت جانبي. الكبده بتاعته حلوه جدا، جوسي، التتبيله مظبوطه، الملح مظبوط، لا يقل عن الفلاح، والفلاح لا يقل عنه، تقريبا نفس المستوى. ونضيف ليهم كمان واحد اسمه عم عثمان. دي عم عثمان ده يعني عربيه صغيره موجوده في محطه الرمل، ممكن لو رحت محطه الرمل قلت لهم فين عم عثمان كذا حد يدلك. دول اكتر
3 عجبونا، الباقي الصيت ولا الغنى بنسبه كبيره. للاسف في ناس كانت بتبقى زحمه ونقول ده احنا خلاص، ده هو ده المرجو يعني. وكنا بنلاقي ساندوتش طعمه عادي جدا او اقل من العادي. ده بالنسبه للكبده. عايز اطباق كبده، مش عايز ساندوتشات، عايز قعده وعايز مش عارف ايه. فبالتالي ديت انا ثقافتي عارفه 3 محلات: فرج ابو خالد. وفرج ابو خالد جاي رقم 1 بالترتيب، لان هو دلوقتي في مرحله من المراحل اللي هو محافظ على مستواه. غالبا لما هتروح عنده هتلاقي نفس المستوى. مجرب عنده حاجات كتير قوي، مجرب الكبد والكلاوي، مجرب السجق هايل، مجرب المخ بالزبده والليمون، مجرب اطباق، مجرب اللسان كان ظريف، ما كانش احسن حاجه بس الباقي كانوا عالميين. فرج ابو خالد هيجي رقم 1. بيفتح الساعه 5 6، ما بيفتحش من الصبح. يجي بعديه سامي والعربي في نفس الشارع بتاعه اللي هو الشارع المرسي ابو العباس. سامي والعربي مشكلتهم ان الاتنين دولت بحالات، لو هم في الحاله الحلوه اللذيذه هتاكل احلى كبده وسجق وكل حاجه كلتها في حياتك. مش في المود بتاعهم ممكن ما تبقاش قوي يعني. فيا اما بقى المود، يا اما تدي الراجل 20 في ايديه، يعني اظبط الاداء بحيث ان الدنيا تمشي معاك. ده بالنسبه للكبده. نيجي بعد كده للاسماك. بص، انا دايما لما حد يسالني يا مصطفى عايزين ناكل سمك في اسكندريه، غالبا بيقول لي عايز سمك رخيص وحلو. مفيش سمك رخيص، ما بقاش في سمك رخيص للاسف. والحلوه حتى مش مضمونه، لان الثبات على المستوى مشكله فظيعه جدا 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 في كل محلات السمك. فاحنا دلوقتي انا هقول لكم كذا اوبشن، وانتوا ليكم مطلق الاختيار في ان انتوا تاكلوا في اللي انتوا عايزينه. الاوبشن الاولاني ابو قير، ان انت تروح ابو قير يوم الصبح كده لو انت اجازه، تنقي السمك بتاعك من سوق ابو قير وتديه لاي راجل يسويه. بعد كده تطلع على البحر هناك في كافيتريات بتوفر الواحد القعده ب 15 20 جنيه، وساعات معاها بيبسي ولا بتاع، وبتاكل اكلتك وتنبسط. ده بالنسبه لابو قير. فانت عايز تاكل في محل الثبات زي ما قلت لكم مشكله من المشاكل والاساسيه، وغالبا كلهم بيلعبوا في نفس الرينج بتاع الاسعار والكواليتي. بمعنى ان انا جربت قلع كان كويس جدا، كان ظريف. جربت الكتعه كانت ظريفه، بس كلهم انت بتدفع وبتاكل اكل كويس مش وحش. ابن حميدو انا ما جربتوش بس الناس صحابي شكروا فيه جدا. وهنذكر تاني هنا البوينت، هنذكر بلبع. وبلبع يعني كمان يجي قبل كذا مطعم من المطاعم دولت، لان هو عنده بوينت مش موجوده عند ناس كتير، اللي هو عنده المشويات وعنده الاسماك. فلو انت جروب كبير وفي ناس مش عايزه تاكل من ده او مش عايزه تاكل من ده، غالبا بيروحوا على بلبع، لان هو عنده ثبات في المستوى في المشويات وعنده ثبات في المستوى في الاسماك. ما عندوش الحاجه الابهار الفظيعه، بس الناس بتروح عنده بتنبسط. نرجع تاني للاسماك. عندك الكتع، عندك قلع، عندك زفير، عندك ابن حميدو، عندك ابو نوره. ابو نوره ده كان في فتره من الفترات في بحري كان اسطوره، كنت تاكل من عنده صينيه السمك بالبطاطس. ايه الجمال ده، ما اكلتهاش في حته في حياتي. جه بعد كده وقع شويه، كنتش واسعاره غاليه، مش رخيص يعني، فاهم؟ بحري مش تقول بحري الله ده رخيص، لا اسعاره غاليه. جه في فتره وقع، وسمعت ليا ناس قرايبي راحوا قريب قالوا ان هو كويس جدا. عندك اسماك عروس البحر اللي هي موجوده قدام في البحري قدام فرج ابو خالد بتاع الكبده. اسماك عروس البحر برضو ظريف، ولو رحتوا لازم تشرب من عنده شوربه الجمبري الحمراء ديت لان هي هايله. عندك فرج انا ما جربتوش بس ناس كتير شكرت فيه. عندك بيتهيألي دولت الاهم والاشهر يعني. هتيجي تقول لي بقى طب شعبان بتاع السمك اللي بيقولوا عليه، طب حوده جندل. يعني الناس دي كان لها فتره من الفترات اوج حضاره فظيع، كان مثلا 10 15 سنه كنت بتاكل وتنبسط كتير يعني. بص انا الناس دي مش بروحها كل يوم اجرب، فانا في معلومات خاصه بالنسبه للاتنين دولت انا جايبها من النسبه والتناسب بتاعت اصحابي اللي بتروح كتير بيروح ما بيتبسطش. فهم ما بقوش زي زمان. لو رحت وانبسطت مره ممكن يبقى حظك، يبقى هو في اليوم دوت كان كويس. هنرجع تاني للمشكله بتاعت الثبات على المستوى. الثبات على المستوى مش على طول مضمون. علشان كده في الاسماك مفيش غالي، وتقريبا كلهم نفس المستوى، فما تتشتتش كتير لما تيجي تاكل هتاكل سمك فين، لان تقريبا كلهم واحد. نيجي على البوينت بتاعت الايس كريم. بس قبل ما ندخل في الايس كريم خلينا نفتكر واحد كان ممكن يتحط مع الاشويات، كان ممكن يتحط مع المشويات: ملك السمان. ملك السمان المفروض ان هو واحد من التوال قوي في اسكندريه، ومفروض ان هو يعني طبقا لليافطه اللي حاطينها من 1950، بس انا بصراحه يعني معرفتي بيه في اخر 5 سنين بس. وهو بيعمل سمان اساسي، طعمه حلو جدا، صغير، بتاكل السمانه كلها كده على بق واحد. كل من عنده سمان، كل من عنده ورق عنب،
كل من عنده السجق طعمه حلو جدا، كل من عنده برام الرز بكبد الحمام هايل، برام صغير كده ب 15 جنيه بس هو على قد سعره حلو قوي، حلو جدا. ملك السمان من الحاجات الاساسيه اللي انت لازم تجربها. ندخل على الايس كريم. الايس كريم انا المفضل بالنسبه لي سيف الدين، ورغم ان انا ممكن ما اتعاملتش مع الناس صحابه قبل كده خالص، بس انا كميه الناس اللي وديتهم لهم كتير، يعني اي حد نروح فين اقول لهم روحوا سيف الدين. سيف الدين موجود جنب قدام قهوه فاروق في بحري، وجنب محمد حامد بتاع الحواوشي، فهو الثلاثه اللي بص يعني ساعات اخد الناس ناكل حواوشي بعد كده ناكل ايس كريم، بس ما بنقعدش على القهوه لا. ف دوت عنده طبعا ايس كريم رز بلبن بقى، تجيب اللي هي الرز بلبن بالايس كريم بالعسل بالمكسرات بالقشطه، القنبله الفظيعه ديت. مش وكسكسي طبعا والحاجه دي كلها. هتروح لحد تاني غيره، عندك النظامي حلو جدا، عندك الصعيدي جميل جدا، عندك عزة انا بتخوف منه لان ما بقتش عارف اني واحد الفرع الاساسي واني فرع مش اساسي. عندك الشيخ وفيق، بس الشيخ وفيق دايما زحمه، وانا بقالي سنين فعلا ما رحتوش علشان الزحمه اللي عنده، وباخد نفس الكواليتي من اللي انا قلت لكم عليهم. مش موجود في ناحيه بحري، عايز تاكل حاجه تانية عندك صابر موجود المفروض في مصطفى كامل وفي سبورتنج، ومش عارف فروعه فين تاني. فكلهم على فكره مستويات متقاربه جدا 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 جدا، عشان ما حدش يقول لك لا ده احلى واحد مش عارف. يعني انا باكل من عند ده وباكل من عند ده وبنبسط عند ده وبنبسط من عند ده، بس هي بتبقى روح وقرفه مش اكتر. فده بالنسبه للايس كريم لو عايز تاكل ايس كريم. التبس والحلويات. التبس يعني الهنت الاخراني. الهنت الاخراني البان سويسرا عالمي، وكل ما فتره حد يجي يقول البان سويسرا ما بقاش حلو بروح علشان اشوف فعلا ما بقاش حلو ولا لا، بكتشف ان هو زي ما هو. انا بحب البان سويسرا، وغالبا اللي بيحبه من زمان لسه بيحبه، وكنت من حوالي سنتين رحت جربت كل المطاعم التصاص الجديده اللي في القاهره، ويظل البان سويسرا هو الافضل. وكنت بقول لهم ايه ده مش زي البان سويسرا، كانوا يقولوا لنا لا احنا بنعمل حاجه تانية خالص يعني. فانا بحبه. عايز تاكل في ريستورانات، فقدامك خيارين ممكن اكتر كمان، اسكندريه مليانه ريستورانات. عندك شارع فؤاد كله، عندك هناك في بتاع الشوكولاتات برو اند شو، نيتولوبيا اللي هو بتاع الشوكولاتات، عندك هناك روستري، شارع فؤاد مليان. عندك البحر فتحوا على البحر فيه فود كورت، عندك سموحه بقت مليانه مطاعم، كل مطعم بافتكاسات وايس كريمات وحاجات كده، سموحه مليانه جدا. عايز حلويات، فاسكندريه نقدر نعتبرها ان هي برضو ايه، عندهم ميزه في الحلويات ان احنا بنعمل الحاجه بالكريمه اللباني. فمعظم الجاتوهات لما هتيجي تشتريها بتاكد عليه بالكريمه اللباني، يقول لك بالكريمه اللباني، دي مش موجوده في القاهره. هرشح لكم ايه ممكن، في واحد اسمه فلوكيجر، ده عنده ايس كريم بالمستيكه هايل، بيبيعوا كده ايس كريميه كبيره يعني تورته، معاها الغزل اللي هو السوري دوت بيتحط عليها بيتاكل بيبقى حلو قوي. عندك واحد اسمه موكامبو، بيعمل حاجه اسمها شو، اللي هي عباره عن عجينه الشو، بيفتحها وبيحط جواها كريمه لباني، وعلى الوش بيحط سكر محروق، مميته رعب. اسمها شو. عندك ايه تاني، عندك الجاتوهات بصفه عامه انا بحبها هنا اهوت، يعني ساليس كريم موجود دلوقتي في القاهره، ديلايت موجود دلوقتي في القاهره. فالحلويات بصفه عامه كتيره وحلوه. اشهر عصير مكه اللي موجود في سموحه، واللي موجود في سبورتنج، وموجود في حتت كتير، بس اشهر فرع ليه موجود في سموحه. جرب منه السوبيا، جرب منه السوبيا لان هي مختلفه، او الخروب لان هو مش زي بتاع القاهره، او يعني هو عامه هو حلو عصير مكة. فدي تقريبا الكومباينيشن بتاع كل حاجه قدرت ان انا اجمعها لكم في اسكندريه. الفيديو معلش كبر مني شويه، بس انا فعلا تقريبا كل الحاجات دي ببعتها لاي حد لما يقول لي اروح فين في اسكندريه، لان انا ما ببقاش عارف هو عايز ايه. فانجوي، ولو حد عنده اي اضافه او عنده اي راي او عنده اي تجربه يقول لي عليها، ممكن اكون ناسيها، ممكن اكون متلخبط، ممكن اكون اتغيرت. ونفتكر دايما الاكل للاسف بحالات، ومفيش ثبات دائم على المستوى، ما دون ذلك فبالهنا والشفا، وانبسطوا ونراكم على خير. سلام، باي باي.